السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي وخواتاتي المغاربة، نتمنى تكونوا في احسن حال. معكم خوكم محمد من قناتكم خاصك تعرف. واليوم جينا نهضروا على الموضوع اللي شاغل كاع بال المغاربه هاد الايامات، اللي هو عيد الاضحى، ولا كما كنقولوا العيد الكبير. فكما كتعرفوا صراحه تحل المشكل اخيرا. تيخرج وزير الفلاحه وتيصرح بان الحوالة هاد العام جايرين من 16,000 ريال حتى ل 1500. كلشي ميت، المسكين اللي بالفلوس اللي ما عندوش. الحمد لله هادشي اللي بغينا نسمعو. هو ما سمعتوهاش، غادي تسمعوها، انا نطلق عليكم انت. الاسعار ملي كنقارنوها مع السنه الماضيه وحتى مع المعدل ديال السنوات، هذا كاين بعض التغيرات، ولكن هي في نفس يعني لي فورشات. كاين ديال 800 درهم، كاين ديال 1000 درهم، كاين ديال 1500، كاين ديال 1000. العرض كاين ولي بورس كلهم هادشي انا ما عرفتش اشنو. نعم اخسي 40,000 وما جابش. سمحوا لي خوتي، سمحوا لي الا قلت شي حاجه ماشي تالي، ولكن راه دابا المخرج قال لي راه شي ناس مشاو اليوم للسوق والبارح داين 40,000 50,000 وما جابوش. اطلق لنا السيدي المخرج هادشي نشوف. اطلق. ذاك الوزير اللي كيقول لك بانه كاين حولي من 16,000 ريال، راه ما كايناش حتى من 30,000 ريال، وبدا ما كايناش من 30,000 ريال وطلع لفوق ما كايناش. انا عندي 2000 درهم دابا وما لا. واسمحوا لينا سيدي، سمحوا لينا الا قلنا شي عيب ماشي تالي. انا غادي نمشي انا بيدي يا سيدي للسوق، نخليكم نتوما مع هذا. غنهز بسطاميه وغادي نمشي للسوق انا نقلب على هاد الحواليت 16,000. ما كرهتش انا ولا وليدات مسيكين. كاين 7,000 8,000 درهم 9,000 درهم. انا الشقيقه شاب راسي، انا خاسر 30 درهم هذا الدواء قايله. ما كاين لا اجوال العله اودي والله الا رجعت عرقان بالله، والله ما لقيت شي حاجه. هاد الناس تيكذبوا علينا والله الله ولا. واسمع اسيدي، قال لك اسيدي هاد السيد في البرلمان حتى هو تيسولهم على هاد الحوليت 800 درهم فين كاين. والله سيدي لا انت تصنت بودنيك. اسمع، المشكل سيد ديال سيد الوزير، هي المغاربه اليوم كانوا كيتسناو، وانتم الدوله الاجتماعيه كانوا كيتسناو شنو هما التدابير اللي غادي تخفوا عليها بهم. قلتوا كاين حولي ديال 800 درهم، والمغاربه خرجوا نكته، مشاو للسوق كيقلبوا عليه، قال لهم واش تاكلوا هنا ولا تديوه في الميكا. واخوتي ها انتم كتشوفوا هادشي اللي طالع. حنا راه حاولنا، ولكن الحكومه قالت لنا هضره، ولكن هادشي ما كاين منه حتى شي هضره. غادي نحاولوا اسيدي نعيدوا باش ما عطل. غنعاودوا نرجعوا للسوق، نهزوا البسطام ديالنا هو ونمشيو للسوق اسيدي، ونحاولوا نعيدوا باش ما عطل. خير هذيك اخو عطاوني 45 45 نعجه نعجه. وي مال النعجه النعجه خويا. هذه العاميه غتمشى ان شاء الله. حولي والحولي غالي على المواطنين. اييه الله يرحم لك الوالدين. اييه. وهذا الشيء اللي كاين هو هذا خويا. وشنو اللي حل؟ الحل اخويا راه نعجه. السيد هذا والله الا ضحك. قال لك اسيدي النعجه اسيدي ب 45,000، وهذا سيدي جاي 40,000 ريال. كان جير اسيدي العيد هاد النعجه وما كنتشينا عليها. بقى على الحولي. واخا سيدي شتونا الحوالات الصبريون، واخا ما خليتوش. ايوا غادي بلا ما نجبدوا الصداع ولا نهضروا ولا نظلموا شي واحد ولا نبداو تنجبدوا الهضره على الحكومه. غادي نحاولوا سيدي نشوفوا شي واحد هنا هو لا يهضر. سيدي نشوفوا اليوم رئيس ديال جمعيه حمايه المستهلك فرع اكادير، نسولوه سيدي على هادشي. الكل يتساءل عن ثمن هذا الخروف اللي جاي من اسبانيا، ثمن السلاله ديالو، النوعيه ديالو. الكل يتساءل في ظل صمت الحكومه. اذا فاتصلنا بالسيد الناطق الرسمي، السيد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومه، حول مثلا هذا الخروف بشحال جاي من تماك وشحال غادي يتباع هنايا. هنا كاين الصمت ديال الحكومه، ما عطانا شحال. فحتى الاسئله اللي طرحت عليه الصحافه الوطنيه حول هذه الاغنام، الثمن ديالها بشحال جايه وبشحال خاصها تتباع، كان الجواب ديالو هو ان هذا القطيع يتمتع بصحه جيده والعرض اكثر من الطلب، وهو مراقب من طرف المكتب الوطني للسلامه الصحي. هذا هو الجواب ديالو. وكان دائما يتهرب من من الاثمنه باش جاي هذا الحلي وباش غادي يتباع. فالتدخل ديالنا والاتصالات ديالنا مع المستوردين وباش نعطيو واحد المعلومه صحيحه للمستهلك، هو ان هذا الخروف جاي ب 1200 درهم حتى 1300 درهم باش جاي من اسبانيا. اذا ومدعم ب 500 درهم من طرف الحكومه. اذا ملي سولنا 1300 1400 درهم كاع الى غلا.
حتى هذا الخروف هذا راه ماشي في الوزن، راه ماشي بحال حيت نقولوا 1300 1400 1200. راه كاين الخروف ديال 40 كيلو، كاين ديال 60 كيلو، كاين ديال 50 كيلو، يعني الاوزان مختلفه. حنا غير تنعطيو واحد الثمن اللي هو متوسطي او تقريبي. اذا هنا اللي بغينا يكون هو ان هذا الخروف ما خاصوش يفوت 2000 درهم. اللي بينا ناكدوا عليه هنايا هو ان الحكومه ما دامت دعمات هذا القطيع هذا كما دعمات السكر والدقيق والزيت ومتبعاهم، اذا خاصها تتبع حتى في الاسواق، خاصها تتبع هذه الاثمنه هذه بشحال خاص يتباع للمستهلك المغربي. اذا خاصها تدخل، دعمتي واحد المنتوج، دعمتي هذا القطيع هذا، ولكن خاصك تتبعيه واش اللي دعمتيه. السكر دابا في السوق راه 240 ولا 250، غدا ما تصبحش ب 300 ولا 400. الثمن ديال البوطه 800 ريال تتبقى ب 800، ماشي واحد نهار 800 واحد نهار 1000 واحد نهار 1200. لا، اذا كاين دعم. اذا تيبقى هذا المنتوج هذا القطيع هذا هو قطيع اللي هو مقنن، ما تيدخلش في اطار المنافسه الشريفه وما تيدخلش في اطار حريه الاسعار والمنافسه، ما تيدخلش. اذا ما يمكنش لهذاك المستورد يبيع باش ما بغى. انا دعمتك كحكومه، دعمتك بواحد 500 درهم وحيدت لك الضرائب وحيدت لك الجمارك، واذا انا دعم. اذا خاص تبيع بالثمن اللي بغيت انا، ما بغيناش حنا ديك الفوضى ديال السوق. السيد قال لك سيدي بان الحكومه رصدات مبلغ ديال 10 المليار ديال الدرهم، ياك؟ هذه قال عندنا وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومه كما كتسمعوا دابا. وصاحب الجلالة أعطى التوجيهات الملكية السامية ديالو خلال المجلس الوزاري الأخير المنعقد بالرباط للحكومة لكي تطلق واحد البرنامج اللي الكلفة ديالو هي واحد 10 المليار ديال الدرهم. شنو هما يعني المكونات ديال هذا البرنامج اللي أعطى صاحب الجلالة؟ أولا ندعموا الفلاحة على مستوى الأعلاف. أن الحكومة ساهمات مع المستوردين ديال الأغنام الإسبانية ولا الرومانية ب 500 درهم في الراس، وعاد من المبلغ ديال داك 10 المليار اللي خرجات يعني غادي يساهموا حتى في العلف موجه للاغنام في المغرب. ولكن هذا الشيء هذا مع ذلك غادي نلقاو بان هذيك الغنم اللي تستوردات الثمن ديالها باي. غير السلاله من داك الاشهار قالوا دخلوا الناس ولاو باغيينها وتيقولوا صحابهم راه الثمن رخص، وراه ما كاين لا ثمن رخص لا والو، وكانت السلعه راه في المغرب مزيود. عرفتي ما كيما كتشوف شحال عطاك الحاج فهد 80 بالفرادي ولا جمله؟ 4 بالفرادي جمله، والفرادي ما عطاوش. هانتوما 84 الخوت 4200 درهم. ما عرفناش اسيدي شكون اللي استافد من هذا الشيء هذا وكيفاش هذا الشيء وقع، لان تنعرفوا حنا الثمن باش تورد وقالوا لنا السيد، ولكن اخو حنا خفنا على راسنا بلا ما نهضروا نولي نجيو ديال راسنا شي مشاكل. اللهم نخليو السيد هو اللي يعطي. جوله في الاسواق الشعبيه والأثمنة اللي هي باهظه بزاف، ماشي في استطاعات اي واحد يشري ذاك الخروف، ماشي في استطاعته. دابا راه داير في الاسواق الكبرى، الفضاءات الكبرى راه داير هذا الخروف هذا راه داير 67 درهم و67 راه بزاف. شحال نورمالمون خصو يتباع؟ هذا الخروف خاص ما يفوتش 50 درهم. 40 كيلو ب 40,000 ريال، 50 كيلو ب 50,000 ريال. خاص الحكومه هنا خاص الحكومه تدخل تعطي الاوامر ديالها باش انا تحد من هذه الفوضى ديال السوق. ما عرفتيش كيبان ليه بلا هضره كامله، تيبان لي نمشي عند داك مول النهجه سولو الا بان لي زعما تقدر غير طيب نعيد بها ونهني السوق، ما قاد على مشاكل، ما قاد على راكم عارفين الصيف هذا وما قادين على مشاكل. والطيب لا كان عندك زمهرير بحال جهنم. شنو زمهرير؟ الزمهرير هي جهنم صحه الله السلام، هي اللي الاقبال العام والعام. الناس راه معيده عام النعجه الله يكون العوان، الله يحسن الحول الجميع. الناس راه ما قاده على حولي ما قاده على حولي. كيشوف السيد مسكين داعيه وكيقول ندوز على السنه، ما راه غادي يدوزوا عنا بما السنه هي تبارك الله غادي نحيدوا فيها. ايوا خوتي خواتاتي المغاربه، هادشي اللي كاين بالنسبه للعيدات العام. راه حنا كنعرفوا الغلاء الاسعار، يعني الشناقه ولا الكسابه ولا اي واحد اللي في هذا الميدان يعني اغتنموا فرصه ولقاو يعني لينا الدخله. واش غادي نديروا؟ راه هادشي كيما جميع غلاء اللي كاين في جميع المواد الاخرى، راه حتى استغلوا هذه الفرصه هادي وزادوا شي شويه، ماشي زادوا شي شويه راه زادوا بزاف، ولكن اش غادي نقول. المهم خوتي اللي غادي نحاول نوصل لكم هو ان زعما العيد سنه مؤكده، هو ماشي فرض. اللي في استطاعه ديالو يعيد، اللي في استطاعته يصدق، واللي ما في استطاعتوش ما كاينش لاش يكلف راسو ويغرق راسو بكريديات ولا هادشي اللي كاين. ونتمنى اخوتي يعني الحكومه ديالنا مستقبلا لعل وعسى يديروا شي حل للمواطن البسيط ويشوفوا لنا
حلول اجتماعيه سياسيه اقتصاديه اللي تقدر يعني تنمي الدخل ديال المواطن المغربي، القدره الشرائيه ديالو، لان هادشي كله كيمثل القدره الشرائيه ديال المغربي. بالنسبه للاخوان واحد السيد غنسولوه قال لنا سيدي اشترى حوديه ب 1200 درهم اليوم من السوق. غادي نشوفوا هاد الحوليه هادي كي دايره، هو مكناسي غنشوفوها قداش وكي دار ليها، ولا كان زيتي كلشي قضي بحوليه حتى انا نمشي نشري حوليه غداني فنقضي بها الغرض. علاش غنبقى تنسول في الحولي ولا بالقرون ولا ما عنديش القرون؟ السلام عليكم. خدينا بواحد 1200 درهم هاد الخريفه هادي على قد الحال. بالنسبه للمناسبه ديال العيد نفرحوا فيها الوليدات وصافي. والثمن يعني هذا الاسبوع هذا راه كانت السومه يعني طالعه بواحد الشكل يعني مزعج كاع بالنسبه للمواطن الانسان اللي على قد الحال. ولكن اليوم في العشيه لاحظنا واحد شويه واحد نقص يعني الثمن ولا بواحد المستوى اللي في المستوى ديال الناس اللي باغيين يقضيو الغرض. اسيدي باقي الثمن كاين بالنسبه للحوله، اما بالنسبه للخروفه ولا يعني ديال الناس اللي متواضعين فكاين واحد شويه ديال التحسن في الاثمنه. فالاخوان اللي وصلوا هذا الفيديو ديالنا ما كرهناكم تشتركوا في القناه وتدعمونا باللايك. حنا غير ضاحكين كنوصلوا يعني الصوت ديالنا وديال المواطن لجميع الناس وجميع الفئات ديال المجتمع، جميع الطبقات. كنتمناو يعني عيد مبارك سعيد، يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه. هذا كان اول فيديو ديالنا اللي غادي يكونوا مواضيع ان شاء الله نوعها في القناه. نتمناو الدعم ديالكم وتهلاو.